سلام خياتي العزاز الكامل، قلتولي وشنو هو السر اللي يخلي وليدك بسن صغير عنده ذاكرة قوية ويكتب اللي شاف وليدي يكتب في الاخر في الفيديوهات تاعي السابقة يكتب بطريقة جيدة ويقرأ مليح، مع انه راهو يقرأ سنة تحضيري. مع العلم انا دخلته تمهيدي، لكن كاين سر نستعمله لوليدي باش دايما يقرأ مليح. حتى بنتي اللي ما دخلتهاش تقرأ راهي عندها نيفو يفوق سنة اولى. تبعوا لا فيديو خياتي العزاز وراح نعطيكم الوصفة الطبيعية اللي درتها لولادي، ودايما شغل مدومة عليها على خاطرش ما تضر ما والو، وطبيعية 100%. لكن المكونات اللي في عود ياكلوهم كل حاجة وحدها نجمعها لهم ونخلطهم لهم وياكلوها. المهم خياتي العزاز اليوم جبت لكم روتيني الرمضاني. بديت اول حاجة بديت مع الشامبرا تاعي، خملتها كامل، فرستها، جوزت لها كمسحة خفيفة. وبيان سور نهتم بروحنا، ماشي معناتها كي رمضان ما نهتموش بروحنا، ولا حبيبتي عطري روحك لبسي حاجة شابة باش تحسي روحك. بيان سور الامهات اللي راهم ولدوا ولا يقعدوا مع هذاك البيبي تاعهم. انا صراحة سهرت لي في الليل، كي تسهر لي في الليل نوض جويه 10:30 ولا نبدا باش دوقا مع حالتي. نجوز نخدم غير هكا بو خفيف، ونروح لروحي ندوش نعطر روحي نلبس بيجامه شابه باش كي ندخل الكوزينه ندخل مرتاحه. خياتي العزاز انا كيما راكم تشوفوا هادو وجدتهم باش ماشي نلبسهم قبل ما ندخل. هادو وجدتهم باش نلبسهم مور ما نخرج من الكوزينه، باش كي نخرج من الكوزينه شغل نلوح الماء فوق لحمي ونحي قاع ديك ريحه الطياب مني وكامله. كنت تعرفوا نوقفوا بزاف في الكوزينه. علما انه هاد المره ما لحقتش ميم با نلبسهم باسكو صارت فيا الكارثه هاد النهار. دوك نحكي لكم واش صرا فيا تفاصيل. صارت فيا كارثه، ما باليش لا عين ولا مكتوب ولا اهمال مني ولا. المهم خياتي العزاز نحب انايا يكون نهاري بيان، نعطر هكا البونك تاعي ريحتي. نحب نهاري في رمضان ولا سوا في رمضان ولا ماشي رمضان يجوز بيان، يجوز نقى راحه نفسيه. بيان سور حياتي العزاز ما تنسوش العبادات تاعكم. شوفوا قناتي هذه، حنخلي لكم قناتي ثانيه في صندوق الوصف ولا في اول تعليق مثبت. قناتي هذه ولا جميع قنواتي نحب نمد الطاقه الايجابيه للمراه. نحب نقول للمراه انت تقدري تربي ولادك وتهلاي في روحك وتهلاي في دارك وتهلاي في راجلك في نفس الوقت، ما تهملي والو ومامطو تريحي روحك، ما تضغطيش على روحك. دايما ننصحكم بالجداول، بالترتيب، بالنظام، بالصح، بالجدول. يعني ماشي كل كامل شغلك على ضربة. وبون بلوس اهم حاجه للمراه انها ما تهملش روحها، ما تهملش لبستها، ما تهملش شعرها. هكا باش تتفادى المراه الاكتئاب، باسكو المراه هي اكثر وحده شغل يجبدها تجبد الاكتئاب يجيها، إلا زيدت يجيها الاكتئاب، إلا حزنت يجيها الاكتئاب، إلا سمعت خبر ما يعجبهاش تحكم روحها يحكمها الاكتئاب. المهم خياتي العزاز أكيد بعد ما كملت هكا حالتي فرستها كامل، الصالون كان نقي صراحة. رحت الكوزينة ديريكتومون، رمضان على بالكم طيابته كامل. رحت ندير البيتزا. المهم البيتزا تاعي الوصفه تاعها سهله مهله. درت فيها حوالي كاس ونص حليب، درت فيها شويه تاع الخل، مغرف تاع خميره تاع الخبز، مغرف تاع السكر. خلطت المكونات تاعي مع بعضهم. اللي حبت المكونات تاعها يقعد يشوف الوصفه روعه 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 روعه، تنجح لك 100%. اللي حبت المكونات تاعها يقعدوا تخمرهم، ثم تطول تغطيه كامل المكونات هذو السائله. تخمرهم اللي ما حبتش تزيد الفرينه من الفوق، يعني عادي تخرج لها، مي احسن انها تخمرهم. المهم تخليها، خبيتي تخمريهم خليهم حوالي 10 دقائق باسكو سخانه والحليب دافي. هنا كيما راكم تشوفوا زدت نص كاس الاخر، وثاني زدت عليهم حوالي نصف كاس تاع الزيت. الزيت مهمه بزاف في البيتزا، بزاف الناس ينساو البيتزا. الا ما درتيش الزيت في البيتزا راح تجيك الكسره. المهم خياتي اليوم ما صارت فيها الزبله، ما صورت لكمش الميده في الاخير باسكو شوفوا انايا واش درت. عندي طابونه وعندي كويزينير اللي شريتها. ايا كي يكون حاجه تاع تفوار ولا ندير نحط هذيك الطابونه عند الباب تاع الكولوار. شتو عندي زوج بيبان، نحطها قريبه للباب ونشعل نفور الحاجه. ولا كانت عندي حاجه تاع قليان ولا نقلي تاني. المهم خياتي العزاز اول حاجه درتها درت لاصوص تاع كنت حندير. درت زوديه مشرومله باللحم، درت لاصوص واللحم يطيبوا في الكويزينيير. وقلت والله غن ندير
الزروديات تفور في طابونه. درت الزروديات تاعي تفور في طابونه. بعد ما فار الطابونه انا كنت مشغوله نطيب البيتزا. قلت له للزوج هاي كدير لي المقله هذه في طابونه، كنت عمرتها بزيت المقله تاعي. في الفيديوهات الجايه حنوريه لكم باسكو ما صورتهاش. شغل المقله تاعي فيها الاخر، فيها يدها تاع الحديد. راني مصوره ديجا معاكم بها، راح نصور لكم كي نقيها مازال مين ما نقيتها. المهم عمرتها بالزيت ودرتها في طابونه، وانا لاتين مع الكويزينيير ما باليش شيتها جديده مي ما حبيتش تشعلي من تحت، شغل غير نطفيها غير نطلق هذاك البوشون تطفى. خدنا لاتين معاها انا والزوج ونسينا كامل هذيك الزيت. على بالكم مصرافيه شعلت النار شعلت في الزيت هذيك، نسيتها لمده 20 دقيقه، حوالي 20 دقيقه. النار هذيك شعلت في الدار كاع ولا الدخان، وحنا في الكوزينه ما فقناش. دراري في الشامبره قاعدين يتفرجوا، الدار كامل ولا الدخان. دراري بتلمو كانوا غايسين يتفرجوا، هذاك الدخان ما تلتهاوش معاه. سطرنا يعني ربي يعني اجتنف شويه هكا تاع الضو، شغل ضربت هكا في عيني في لافايونس، طليت لقيت الحاله، يعني الحاله كاع دخان، الحاله كم محروقه. صراحه نقولكم حذروا حاجه صغيره تقدروا تغفلوا عليها. شوفوا صرا يعني صارت لي كارثه في الدار. الكولوار كامل ولا كحل، الحمد لله اللي خرجت سلامات ليا ولولادي. هاد الفيديو هاد النصيحه جيتكم نقول لكم حاذروا مسيو ما تغفلوش. صراحه خياتي العزاز هنايا. المهم خياتي جيت ندير لاصوص. انا لاصوص تاعي ندير فيها حوالي 2 حبات بصل، 2 حبات تاع طرشي، وندير فيها حبه تاع طوماطيش والثوم، نحمسهم كامل بالزيت، من بعد نديرهم كامل بالبراميكسور، نرحيهم براميكسور. هذه هي الوصفه تاعي. المهم خياتي العزاز بزاف اللي قالوا لي على الوصفه اللي تخلي ذراري الذاكره تاعهم قويه، سورتو مع الاختبارات. خياتي العزاز ركزوا معايا في الوصفه هذه، ما تخافوها ما والو. هاد الوصفه اللي استعملتها انا كامل يما وكامل قرينا. احنا الله يبارك في الدار 7 بنات كامل قرينا وزوج ولاد الحمد لله كامل قرينا. هاد الوصفه تعزز ذاكره الطفل، تخليه دايما يركز. المهم خياتي العزاز اول حاجه ديريها هي حبه تاع البنان، باسكو البنان فيه البوتاسيوم للطاقه وتحفيز المخ. هذه حوسوا لي راح تلقاوها. عندك نص كاس تاع التوت البري. الا لقيتي التوت البري هذاك التوت الازرق اللي ينوض هكا في الطريق، باسكو فيه مضادات الاكسده. هذا الا ما لقيتوش باسكو ماشي متوفر في كامل الفصول، الا ما لقيتوش عادي، الا لقيتوه جيبوه كونجلوه وكي تسحقوا تجبدوه باش ديروا هذه الوصفه. فهمتوني؟ باسكو ماشي في كامل الفصول يكون. عندك تاني نص كاس تاع شو يسموه السلق. هذا السلق باسكو السلق فيه الفيتامينات والمعادن. حاجه الا حبيتي اختاري من الافضل حليب اللوز. نص كاس تاع حليب اللوز. حليب اللوز اللي ما يعرفوش شحال يدير 100,000 ولا 150,000 ريتله وحده. سينو ديري الحليب العادي، باسكو بيان سور كيما نعرفوا الحليب فيه الكالسيوم ومهم لنمو المخ. هي الا قدرتي تشري حليب اللوز راه غالي على بالي 150,000 الريتله. سينو ديري الحليب العادي كونديا، ماشي حليب تاع الشكاره، من افضل الكونديا. عندك ومغرف صغيره عسل طبيعي، يعني العسل الحر. علاش نستعملوا العسل الحر؟ باسكو العسل الحر للطعم نديروه الحاجه الاولى، وثاني فيه الطاقه، يدير الطاقه. وشوفي الا حبيتي ديري رشه قرفه هذا الشيء اختياري، باسكو القرفه تعزز التركيز. راح نشارك معكم ديجا هاد الوصفه باسكو انا عندي شويه نمدو لوليدي اللي فات كنت نعاود نديرها. خصني التوت برك، التوت البري اللي ما كاش لقيت هذيك النهار حبات درتها باسكو التوت البري ماشي وقته. بصح ان شاء الله راح ندير معكم الوصفه كيفاش طريقه التحضير تاع هذه الوصفه. الحاجه الاولى غسلي التوت والسلق بيان، غسليهم. تقدري حتى ديرهم نقطه تاع الخل وغسليهم بمليح باش وعلاه هاد العفايس اللي فيهم الدود راح يدي تراب يقدروا يديروا الدود في كرشوليتك. اما لا اغسليهم مليح. ديري المكونات هادو التوت والاخر ديريهم يتخلطوا مليح في خلاط كهربائي، في اشوار ولا المهم في بلاندر. المهم ديري خلطيهم باش ترحيهم كامل مع بعضهم. ديري عليهم البنان، خلطي كامل رحي كامل هاد المكونات حتى تلقاي باللي القوام تاعك ولا شغل قوام ناعم كريمي. اعطي لوليدك، زيد لهم رشه قرفه واعطي لوليدك.
شوفي اختي العزيزه، البنان يحسن التركيز ويعطي طاقه للمخ. التوت الازرق ولا التوت البري يقوي الذاكره ويحمي الخلايا المخ من التلف. وبيان سور السلق غني بالكالسيوم والبروتين، ومهم بزاف باش ينمو يعني المخ تاع الطفل. ولكن الانسان حتى الكبار هادي مليحه ليهم. عندك العسل مصدر طبيعي للطاقه دون سكر اصطناعي، سورتو اللي عندها العسل الحر. شوفي اختي العزيزه، هذا المكون تمدي ولا هذه الخلطه تمديها للطفل تاعك، ولا هذا العصير يقدر حتى تعتبروه عصير بسكو يقدر يشربه كل يوم الصباح قبل ما يروح المدرسه، وسما كي يروح يتقهوى الصباح تمديها له. كما قلت لكم التوت البري تقدري تبدليه باي فاكهه موسميه تكون فيها الفيتامينات، باسكو على بالي بلي التوت البري ما تلقاوهاش. انا مرة ديفوا ندير هكا، ان شاء الله حبيت نديرها لكم الوصفه هذه بالتوت البري باذن الله. راح نشاركها معكم. برك غادي برك ينوض شويه توت بري، دي فوا نلقاوه هكا مالغري ماشي وقته، يلقى الزوج مي راح ما لقاليش. كنت حابه نديرها الوصفه تاعكم هذه سما سوا باذن الله راح نديرها معكم ونمدها لوليدي قدامكم. يعني كل حاجه طبيعيه وكل حاجه هذه مدروسه علميا، يعني تبكري ما غلطوش فيها كي مدوها، وماما كامل كانت تمدها لنا. لفت الصباح نوضو احنا كنا ناكلوا هكا ياغورت ولا نشربوا الحليب ولا مع صباح صديق، وكل مره حتى خواتاتي اللي يحبوا البيض تمد لهم البيض وتزيد لهم وتزيد لنا هاد هكا نشربوه كي جو. دي فوا تعطينا هكا مغرف منه على حسب شحال يكون. سطخوني خياتي العزاز مدة 15 يوم تشوف وليدك كيفاش ولا يركز، ولا وليدك تاني يشفى ماشي كي يحفظ تم يقراها هادلك الحاجة 5 مرات 6 مرات تشوفي كيفاش يولي يشفى. هذه من عندي حبيبتي. المهم خياتي لازم كيما شفتوا رحت للماكله تاعي، درت الاخر تاعي هنا خياتي العزاز، راح نحي اللحم تاعي. في هذا الاثناء كانت داري مازال مفقتلها بلي تتنحرق. في هذا الاثناء كنت مازال ما فقت لها، مي كانت تتنحرق في هذا الاثناء خياتي وانا ماشي فايقه. ربي الحمد لله خرجت سلامة والله يا خياتي العزاز. دوك نروح نقي هذيك نوريها لكم، يعني كارثه. حتى الكلوار راهو قد ما مسحته مازال فيه كما يقولوا الكحوليه كامل. الدار كاع ولات الدخان كحل الحمد لله. حاضروا على بنا برمضان صايمين تتلفنا مع دراري وكم مسحت لي ماكسيموم سيوت. حاضروا اللي يقولوا لي درتي بزاف طوماطيش، نقول لكم والله يا خياتي العزاز ماشي ببليسيتي ولا طوماطيش عمور هكا. شوفوا كيفاش جات. انا صراحه ما نحبش كي تكون طوماطيش هكا مي بزاف حمراء، درت غير شويه. شوفوا كيفاش جاتني. المهم خياتي العزاز درت هنا زرو ديال مامو وجي مشرمله، مي كي صارت لي هكاك طفيت لها على بكري وكامل لي جات بنينه. وطوماطيش عمور اللي تشريها تقولك ديري غير راس المغرف، هذا ما كان. المهم خياتي العزاز هنا لحقنا نهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون لقات استحسانكم، والى اللقاء.